السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. اليوم إن شاء الله راح حأعمل واحد فيديو على شيء جدا حلو. هذا كتشتري في أمازون أو علي إكسبريس. مهم هذا النوعية، شايف هذا فيها تبع الإشارة وفيها أبيض وفيها أحمر، مش تعملها للقدام أو الورا سواء للسيارة أو الموتور. هذا فيها هذا المحاولة كل واحد عنده، وهذا حسب الدولة. هذا إيروبيان كيدخل ديال إيروبا، مثلا ديال أمريكا بالنسبة للخليج هذا ما كيدخلش. لما كتشتري خاصك تتركز، ومعها هذا الفيشة. هذا كيروح المكان تبع الإشارة عادي، وكيبقى من بعد واحد كابل اللي معاها اللي هو هذا الأبيض. هذا الأبيض اثنيناتهم كي يخرج منه واحد كابل. الراس هذا الكابل كتضربه في البلوس الحمراء اللي هو هذا. كما كتلاحظون أنا حطيته مكان الإشارة اللي فيها الضوء البرتقالي اللي هو هذا، قلنا اللي هو هذا. حطيت في المكان تبع الإشارة. للقدام نفس الموضوع، هذا كتخرج هذا الضوء البرتقالي، بتحط فيه هذاك البلاستيك كيولي أبيض. ما يحتاجش الكابل تعملها في البلوس ومين غير واحد كابل كتضربه على الكهرباء بس. بيجي يكون دائما هذا الأبيض مفتوح. العملية لما كتعملها كما كتلاحظون ها هما، غير حطيته في المكان تبع الفياش تبع هذا هو هذا تبع الإشارة، حطيت بيها، والكابل حطيته في الأسود. شنو بيحصل لما كتفتح السويتش؟ كيولي هذا من المفروض ما يكون أي حاجة، لا إلا لما بتفتح إشارة، بمعنى هكذا. لما طفينا الإشارة هيكون أبيض هكذا، لكن هذا بيزيد عليك الضوء الأحمر، هيكون جدا حلو تحفة. وخصوصا الليد هيكون الطبع الإشارة كمان كيولي أقوى جدا من ضوء العادي كما كتلاحظون. هذا السرعة لأنه القدام برتقالي. لو عملنا كمان هذا الليد بحال قدام الورا نفس السيستم عملنا، كيولي شوية هادئ مثل هذا، ولكن كتلاحظ الورا شوية أسرع. هذا بمعنى الليد مع عادي دائما بيعمل هكذا. طيب لو طفينا الإشارة يرجع أحمر. لو عملنا الثاني نفس الموضوع جدا حلو، تطفي ولا. ولو عملنا هذاك السينيال خلاص يولي أحمر. والقدام نفس الموضوع. والعملية سهلة جدا جدا سهلة. كما قلت بتفتح، بتجيب هذا بتحطه في المكان اللي فيها الضوء، ودائما هنا مغلف ما يدخلش فيها المية. طيب أنا كمان دائما حاعمل هذا الحركة اللي هو خلينا أول شيء نشيل هذا مش ما يديرناش قرط عن صلاطين. مهم هنا عملت واحد سويتش كتفتح وكيفتح كيتقفل. إذا فتحت أنا هذا كتلاحظ هنا من رغم مفتوح الضوء العادي، لما عملت رم كما كتلاحظ شفت هنا من ورا كتلاحظ ما فيش. لما بعمل هذا السويتش راح بيفتح معنا، لأنه بارد مش موجود راح أركبه. هذه العملية سهلة جدا، بس إذا أنت ما بتفهم الكهرباء ولا 1% من أحسن واحد يعمل لك، لأنه كهرباء دائما خطر، ولكن غالبا ما كاين أي حاجة. هذا عنده 3 كابل اللي هم هذا مثلا صفراء أزرق أحمر أسود. أحمر بتضربه على الكهرباء عادي، والأزرق بتضربه على الفريم، لأنه عفوا الأزرق بتضربه على العادي، والأحمر بتضربه على الفريم. يعني كتلصقه. ليش؟ لأنه الأحمر الضوء أقوى والأزرق ضوء خفيف. هذا لما كتدير فريم هيكون الضوء يكون يعطيك أكثر الإنارة.
والثاني هذا الصفرة باش تغير فيها الأشكال تبع الضوء. راح دلوقتي هوريكم مرة واحد بتعملها، كتختار النشرة اللي أنت حابب. هيكون كتير الضوء موجود. غالبا سكوترات عندهم غير واحد ضوء، الثاني مش موجود تبع الفريم قصدي. لما بتعمل فريم خاصة يكون مرات ضعيف، أنا دائما بزيد فيها الأضواء باش يكون واضح السيارة اللي ورايا للأمان أكتر. يعرف بأنه أنا في عملية الفريم نخفف أو نوقف. راح أوريكم. بسم الله. لما فتحنا ها هو الزر ما اشتغل. ليش؟ قلنا هذا أسود وهذاك الثاني. راح أشوف. ما كانش يشتغل لأنه كان مربوط مع الفريم. هذا هو الحار. شفت؟ خفيف الضوء كما قطع الضوء خفيف، وهذا ما بيشتغلش. هذا عادي لما تفتح السويش بيفتح مع الضوء اللي مركوب من وراه. راح أعمل فريم. بسم الله. راح أعمل فريم. كتلاحظ بأنه صار أقوى. شايف؟ كل ما كدير فريم هذا كيولي أقوى. والتحت اللي هو هذا كيمشي، وانت تختار بهذاك الأصفر. مثلا أنا اخترت هذا، كتشيب كيولي هكذا. هذا هو سهل جدا. وإضافة على الثانيين، وخصوصا لما زدت كمان مع الصندوق هذا الفراغ، أنا دائما بعمل فيها الليد كيولي شيء من وراء. لما بتسوق الموتور كيولي شيء حاجة تحفة حلوة جدا. نعم، هو هذا كان حبيت أشرح. سهلة جدا إن شاء الله. لما ركبت راح كمان أوري مرة تانية. عندي موجود في اليوتيوب مع سيم ماكس سيم، عامل هذا الفيديوهات كتير كتلاقوا يمكن أوضح. المهم عملية سهلة جدا. ولما كان ركب كل شيء راح النتيجة الأخيرة كمان كان صور كتلاقوا شي حاجة جدا حلوة بصراحة. وكمان من غير المنظر هيكون الأمان أكتر. يمكن لعلك تقول الشركة ليش ما عملها؟ شركة ما بيعملها هذاك الأضواءات وشغلات لأنه كيولي ثمن، وكل واحد حر. هم كيديروا دائما ستاندرد مثل السيارة. أنت تروح تعمل سيارة زجاج تعمل فيها أسود، كتغير فيها الراديو، كتعمل فيها الشاشة مثلا اللي ما عندوش شاشة، وهذوك الزينات اللي بتعملها هذا واحد منهم. مثلا شركة ما كيزرقش هذا الرويدة أو العجلة، ما كيعملش هذا اللصقة. أنا بعمل هذا اللصقة كمثال. ما كيعملش هنا لصقات، مثلا بعض اللصقات هذا مثلا ما فيها تروح تشتري، ما فيهاش اللي بيسخن تبع الإيد كتير منهم ما فيهاش، ما فيش تبع التليفون، ما فيش تبع هذوك الأزرق. أنا بشوفه حلو مثلا كان أعمل لنفسي. ما بيعملش هذا للأمان غير كيبيعها وإلى آخره. مثلا أنا عامل هذا العيون، عامل هذا مثلا كمثال، كنضرب مثل. فهو لا عنده علاقة له علاقة بالذوق أو أنت شنو حابب تعملها. أنا دائما بضيف هذا أولا للأمان، وتاني حاجة بشوف منظر حلو. هذا طبيعتي أنا. يمكن واحد تاني يقول لك لا ما حلو. على كل حال فهو هذا كان حبيت أشرح. طبعا جدا حلو. النتيجة الأخيرة إن شاء الله كمان راح أصور، وبإذن الله سبحانه وتعالى بيعجبكم الفيديو. هذا هو النتيجة الأخير كما قلنا. بسم الله ما شاء الله. زمان كان بس بيفتح هذا الضوء بوحده، ما فيش أي ضوء تاني. لما بتعمل فريم هذا كيقوى شوية. حاليا صار هكذا. ولما بتعمل إشارة المرور هكذا بيصير، وكيبقى هذا أحمر. لما بتطفي شوية وكيرجع. إلى درنا سينيال هكذا، إلى درنا فريم. هذا هو النتيجة كما قلنا.
هذا هو النتيجة ما شاء الله. أنا ربطت هذاك الفريم باش أقدر أصور كما هو ما شاء الله. كله صاير ضوء. مثلا لما أنت بتسوق الموتور بتعمل فريم، هذا الأضواء كله كيبان، فالأمانة لنفسك جدا حلو. راح أطفي هذا السيجار، يكون هكذا لما بتسوق الموتور هيكون هكذا. راح أشيل كمان، والعادي هيكون هكذا. طبعا كتير ضوء موجود ما شاء الله الرحمن الرحيم وقوي. كما قلنا صار قطعة ضوء جدا حلو ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لما كتعمل فريم هذا كيقوى، هذا كيقوى، وهذا كيدير العلامة. تبارك الله الرحمن الرحيم. وللقدام على أساس كنت كمان بغيت ندير هذا وهذا أبيض كيولي شي حاجة تحفة مع هذا، ولكن هشوف وقت تاني أو ما بعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاجة أخرى اللي عملته في التيماكس، هنا فيها واحد برغي تبع هذا البلاستيك، هذا تبع الدراجة. ركبته باش ندير فيها مثلا ترنك هكذاك وانت بتسوق الموتور. ممكن كمان هنا، ولكن خصوصا القوطيات بيقعد هناك جدا منيح. وشرحت كمان الى هذا تبع الويفي او درادلوس عفوا، بتحط التليفون فورا بشحن وبيتمسك. هذا هما اللي عملناها. وعملت هذا الأنطين وغير للمنظر، يعني مش مربوط براديو أو بشي حاجة، ولكن منظر حلو جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.